قصة الإسراء والمعراج من أعظم الركن النبوي ومن أمجد أحداث التاريخ النبوي. تفصيل هذه الرحلة الروحية التي شرف الله تعالى بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم يرسخ مفاهيم إيمانية عميقة وتشرف قيم الإسراء والمعراج بالأصل النبوي والمعجزات الكبرى. في ليلة من الليالي، نام النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في مكة، وفي نصف الليل قامت الملائكة بسفره على البراق، دابة لها أجنحة وتسير بسرعة كبيرة، إلى المسجد الأقصى في القدس. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، عرفت رحلته بمكانه عظيماً. في ذلك المسجد عرفت صلاته بجميع الأنبياء والمرسلين الذين اجتمعوا هناك في تجميع مجدي، كإشارة إلى وحدة الدين والرسالة. بعد ذلك، صعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء في رحلة المعراج. سار النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، كل سماء توفر له رؤية ممتازة وتشريفا لصلاته بالأنبياء في كل سماء. في تلك الرحلة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم عظمة خلق الله وقدرته، وأكرمه الله تعالى بفرض الصلاة على المسلمين 5 صلوات كل يوم. تعتبر رحلة الإسراء والمعراج من أعظم الدلائل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيز قيم الدين والإيمان في قلوب المسلمين.